يعني قبل 400 عام أكثر، 450 عام تقريبا. لا شك كان الوضع الشيعة عموما أطهر من الآن، أصفى من الآن، أفضل من الآن. الآن إذا يجي العلامة المجلسي يشوف باسم التشيع على القنوات يؤصل لاحترام عائشة مثلا، وهو الذي أفنى حياته من أجل فضح عائشة. موسوعة البحار خصص منها فصولا إنجاز التعبير، عقد منها أبوابا من أجل أن يفضح قتلة وأعداء أهل البيت عليهم السلام، وبالخصوص عائشة، ويفضحها ويعريها ويبين جرائمها في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، في حق الإسلام، في حق أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، ولا يبقي لها باقية، وينال منها بأحد لسان، حقيقة ينال منها بأحد لسان العلامة المجلسي. فيجي الآن يكتشف أنه جهوده هذه ضاعت إلى درجة أنه هذه المجلدات من بحار الأنوار تمنع في إيران، ممنوع، ممنوع. المجلد 29 30 31 من موسوعة البحار ذات 110 مجلدات ممنوعة في إيران، تطبع قشقا إنجاز التعبير، يعني تطبع خفية سرا، وتوزع وتباع سرا، ومن يوجد لديه هذا الكتاب، يعني مكتبة أو صاحب مكتبة يبيع هذا الكتاب، الحكومة تخالفه وقد يصل الأمر إلى السجن، وصل في بعض الأحيان، وصل. فالعلامة المجلسي إذا يجي يكتشف هذا الواقع، بالله عليك شو يسوي؟ يلطم على رأسه، يقول أنا قلت في هذا اليوم، لعل المراد أن أكثر أعوان الحق وأنصار التشيع، شوف، أعوان الحق وأنصار التشيع في هذا اليوم، في يومه هو، جماعة لا نصيب لهم في الدين، ولو ظهر الأمر وخرج الإمام صلوات الله عليه، هو يستخدم الاسم المقدس الذي يستدعي القيام عليه السلام، ولو ظهر الأمر وخرج المهدي عليه السلام، يخرج من هذا الدين من يعلم الناس أنه كان مقيما على عبادة الأوثان، حقيقة كان مقيما على عبادة الأوثان، أو مجازا، يعني مجازا ممكن يكون الإنسان والعياذ بالله وثنه دنياه، وثنه ماله، وثنه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه كلها أوثان أوثان أوثان. أصلا من أصغى إلى ناطق فقد عبده، يعني إذا ينطق عن الله واحد، تدري هذا كلام الله وموقف الله إنجاز التعبير، ومع ذلك تصغي إلى غيره، شخص آخر ينطق بنطق معاكس وتقدم ذلك الكلام على هذا، فأنت وثني. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثلا لا نافلة في جماعة، ما يصير، أو لا جماعة في نافلة، ما يجوز تصلي النافلة جماعة. عمر يجي يقول يجوز، تقدم كلام عمر على كلام النبي صلى الله عليه وآله، فأنت وثني، خلص جعلت عمر وثنا لك، تقدم كلام عمر. الحمد لله من المخالفين لا ينكرون ذلك، يقولون نعم نقدم كلام عمر، نعم البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثلا يضع شرائط لما يحل أكله، زين، له مواصفات، مو أي شيء. تأتي عائشة كما أثبتنا لكم في إحدى حلقات البث المباشر في أوراقنا البحثية، تأتي عائشة وتحل لك بفتواها أكل الفئران،
فتأتي عائشة كما أثبتنا، لعنها الله حقيقة، هاي المرأة التي ابتدعت وحرفت الدين، تبيح للناس أكل الفئران. فئران، جيب فيران خليهم بالجدر واطبخ وسوي مرق فيران وأكل. إذا قبلت فتوى عائشة فأنت وثني، قدمت كلام عائشة على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد عبدتها، جعلتها إلها. فهؤلاء المندسون بيننا الآن ينصرون الدين، ينصرون التشيع، ممكن يتشيع على يدهم أفراد، مع أنه أنا لا أعلم سبحان الله، يعني عموما الله لا يوفقهم، يعني عموما يعني لا أرى أنه ظاهرة أنه الله وفقهم لأن يدخلوا أفواجا في دينه، لا، يمكن كم واحد ودخلوا من أبواب منحرفة أيضا. يعني واحد متشيع أتذكر مغربي أحال لي الإخوة في المكتب سؤاله، وحتى أنا ما جاوبت عليه، خليت الإخوة هم يجيبون عليه، لأنه امتعضت أصلا من السؤال، لعبة نفسي أصلا، ما كرهت يعني أصلا أنه هالشكل منطق. واحد على أساس متشيع مغربي، ما أدري عايش في بلجيكا، ما أدري وين، كاتب لي رسالة الآغا ينصحني، يعني أنه ترى الإمام المهدي ما يقبل بالإساءة إلى عائشة، عائشة رضي الله عنها، هالشكل يقول رضي الله عنها، هذا مفترى عليها، رضاع الكبير مفترى عليها. حتى حرب الجمل، قال حرب الجمل خرجت للإصلاح وبعدين ورطوها، مسكينة هذه يعني ما تفهم، عقلها ضعيفة العقل، وورطوها يعني، والإمام المهدي ما يقبل. عرفت شلون؟ هالشكل منطق. هسه شوف هذا تشيع على يد من أي باب دخل التشيع؟ الحمد لله الذين يدخلون التشيع من بابنا هذا رافضي أصيل، يعني لم يدخل لا من باب سياسي، لا من باب بهرجة إعلامية مثلا، لا بسبب علاقة مثلا مع أحد، علاقة مصلحية، أو بسبب هزة نفسية، لا، عن قناعة يعني، ويقتنع بالمنهج الأصيل، جاي من البداية خلص ولاية وبراءة. هنالك أفراد دخلوا التشيع من الباب العرفاني، وهذا انحراف. شنو الفائدة؟ طلع من البكرية، دخل في نسخة مزيفة عن التشيع، النسخة العرفانية المزيفة عن التشيع، نسخة مزيفة. أو طلع من هذا الباب البكرية، دخل في باب البترية، يعني تمسك بالولاية بس ما عنده براءة، وهؤلاء كثر هؤلاء. فمشكلة عويصة. هؤلاء حينما يظهر إمامنا وولي أمرنا عليه الصلاة والسلام أرواحنا فداه، يخرجون ويبان كما يقول العلام المجلسي، يظهر أن هؤلاء كانوا مقيمين على عبادة الأوثان حقيقة أو مجازا. إذن هذه أيضا صفة من الصفات التي يمحص هؤلاء ويميزون ويخرجون، أنهم يستعملون التقية المغلوطة، التقية غير الشرعية. قلنا سابقا التقية الشرعية ما هي؟ استراحة المحارب، تستريح، تلتقط أنفاسك، تستجمع القوة، ترجع للحرب من جديد. أنت دورك حامل رسالة أهل البيت عليهم السلام، دورك ورسالتك وهدفك عودة الشرعية، عودة الإسلام، إسلام النبي الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنت لازم تكمل الطريق، لازم تكمل محاربة الإسلام المزيف ورموز هذا الإسلام المزيف، وتسقطه وتهدمه حتى يعود الإسلام الحق يأخذ مكانه، حتى يعود الإمام الشرعي يأخذ مكانه. أنت لازم تكمل هذا الطريق، ماكو طريق آخر. زين؟ فالتقية رخصة، الله أعطاك رخصة أنه في ظروف معينة، ظروف خانقة جائرة، هنالك جور اضطهاد لا قبل لك به، أنت تترخص تقعد.
قلنا أيضا أن من علامات أولئك الذين يخرجون من التشيع حين ظهور إمامنا وولي أمرنا صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، أولئك الذين يستعملون التقية في غير محلها، أي التقية المغلوظة. التقية ينبغي أن تستعمل بلا إفراط ولا